السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أعرفكم بنفسي أهل الخير. أنا اسمي عادل محمد خليفة حسان. أنا طلعت عليكم أهل الخير إني أعرض عليكم الحلقة دي، فبالله عليك اللي تسمعني وتشوف الفيديو دي استنى اسمع القصة دي للآخر. دي قصة إنسانية وحالة إنسانية ما يعلم بها إلا رب، يعني عايشة عيشي ربنا وحده اللي يعلم به. أنا تعبان والله، عندي ضمور في العضلات مش بقدر أقوم من الأرض، وأي واحد يا أهل الخير يعرف أي تعب ضمور العضلات دي. والضمور العضلات دي جتني منين؟ جتني أنا تعب وراثة، يعني تعب ضمور العضلات دي بيجي وراثة. فالأول أنا كنت يعني أنا وصغير كنت قد ولدي كده، كنت أقدر أقوم وأقعد وأقدر أتحرك، لكن كل ما بكبر وسني يكبر الضمور بتزيد عندي، لحد ما وصلت المرحلة دي إن أنا ما أقدرش أقوم من الأرض خالص. الضمور العضلات دي يا أهل الخير والله العظيم يعني الألم بتاعي 24 ساعة في الجسم، ويكفيكم شر الألم لما يكون الواحد متألم وما قادرش حتى يتكلم، بس أنا كاتم في نفسي وساكت وقال الحمد لله على الألم اللي أنا فيه. ربنا رضاني وصبرني ومتحمل الألم عشان خاطر عيالي. ربنا رزقني ورضاني بواد بيت، يعني ربنا اداني حاجة وخد مني حاجة، وأنا قال الحمد لله واللهم لك الحمد أنه ربنا كرمني ورضاني بواد بيت. وكل اللي طالبه منكم أهل الخير إنكم تقفوا معي وتدعموني. ربنا سبحانه وتعالى واقف معاي ورضاني بالواد والبيت ومستني دعمكم لي. أنا متجوز معاي ولد وبيت، وأمي مطلقة من وأنا عندي 5 سنين، والحمد لله ربنا مرضينا وعايشين الوحدة وياكلها بملح برضك قليل الحمد لله. والله يعلم ربنا أنا ما امتلك أي حاجة غير فضل ربنا سبحانه وتعالى، وبرغم الظروف اللي أنا فيها دي برضك أنا بكافح وبشتغل على توك توك. بس نفسي من عند ربنا وأمنية حياتي إنه ربنا يكرمني وأكون في بيت ملك، لو شبر أحسن من فدان إيجار. والله العظيم لو شبر ملك أحسن من فدان إيجار. يعني أنا كل اللي عشمونه من ربنا حبيبة بيت أستر فيها أنا وعيالي، ومكني توك توك أشتغل بيها يبقى نعمة مورودة من عند الله. اللهم لك الحمد. الواحد لو هياكلها بملح والله لو هياكلها حرف الواحد نعمة مورودة، بس أهم حاجة يبقى مستور، محدش يجي على بابي يخبط يقول لي حد الدين اللي عليك، ولا واحد يجي يبهدلني ولا حد يزلني. انا طالع يعني طالع انكم تقفوا معي وتدعموني، معيش اقف في الشارع وامد يدي لحد، ومعيش ازل نفس الحد. وانتوا عارفين المذلة غير ربنا سبحانه وتعالى يعني بتكيد. وده كل اللي طالبه منكم يا اهل الخير انكم تقفوا جنبي وتدعموني. فبالله عليكم عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا تقفوا جنبي وتدعموني، وعشان خاطر عيالي، دي خدمة لوجه الله. الله يبارك لكم. والله كل طالبه من حياتي ان انا اعيش مرتاح، ما حد طالبني على اي حاجة، ما عايشين غير الستر، والله العظيم ما عايشين غير الستر. فبالله عليكم اللي يشوف الحالة دي يعمل لها مشاركة خدمة لوجه الله، عشان خاطر الأطفال اللي معايا دي نفسهم حياتهم يعيشوا حياتهم زي بقى أي أطفال. والله ولدي ساعات ما يقول لي عاوز عقل، ساعات ما يقول لي عاوز دي، ساعات ما يقول لي عاوز دي، والله ما أقدر أجيب له حاجة. بس ساعات بيطلب مني ال5 جنيه مش بقدر أديها له. وكل طالب منكم أهل الخير تقفوا جنبينا وتدعمونا عشان خاطر رب. ودي قصة راجل غلبان وحالة إنسانية ومستني الدعم منيكم يا أهل الخير والوقف جنبي. زي ما انتم شايفيني انا مش بقدر اقوم من الارض، ما كانش مرة تقومني والله ما بقدر اقوم من الارض. وفيكم شر ما زلت الديان. والله الواحد الليل كله ما بيقدر ينام، يفكر في دالي ايه ويفكر في دالي ايه، والعيال عاوز علاجية والبيت عاوز مصاريفية. وده كل طالبه منكم اهل الخير الوقف جنبي وتسندوني، انتوا السند من بعد رب. سلمت امر ربنا ولكم انتوا اهل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.